بنسمي هذا العصر عصر الحكومة الإلكترونية منذ أزمة كورونا، والحقيقة الحكومة عملت يعني شغل كبير جدا في عملية التحول الرقمي في جميع المؤسسات. بنقول الحقيقة أن إنجاز كبير جدا لحكومة في هذا العام تحديدا، لأن كان من المنتظر لعملية التحول الرقمي تاخد 5 سنوات، لكن السنة دي كان في جهد كبير جدا من الحكومة ومن جميع المؤسسات التابعة للحكومة ان الامور تمشي بشكل سريع جدا، نظرا ان الكورونا يعني كان من احدى متطلباتها للناس يبقى في بينها تباعد، ما يبقى فيش تباعد، يبقى في تباعد كمان ما بينها ما بين المواطن وما بين الموظف الحكومي، بالتالي سهلت بشكل كبير على الحكومة انها تبتدي الملف بشكل كبير. لكن على جانب آخر هذا الملف كمان طرح العديد من المجالات اللي خاصة بالاستثمار. هنقترب من المشهد دوت من خلال لقائنا مع دكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، وهنشوف التشريعات، هنشوف ايه الأفكار الجديدة اللي ممكن تطرح للشباب اللي عايزين يستثمروا في هذا المجال. أولا برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك. خلينا نبتدي، نقدر نعرف التحول الرقمي في الفترة الحالية؟ بالتأكيد. يعني التحول الرقمي الحقيقة ما هواش مجرد الميكنة، ما هواش مجرد اني بحول الأنشطة التقليدية لأنشطة إلكترونية، دي اللي احنا بنسميها الميكنة. انما عملية التحول الرقمي الحقيقية هي انه ازاي بقدر اني اعيد هيكلة الاجراءات المختلفة، سواء كان اجراءات متعلقة بالخدمات الحكومية، اجراءات متعلقة بالمؤسسات المختلفة سواء كانت اقتصادية صناعية تجارية وخلافه، لاجراءات اكثر فاعلية اقدر اني اوفر فيها وقت، اقدر اني اقلل التكلفة، اقدر اني ارفع الانتاجية الخاصة بهذه الخدمات او العمليات المختلفة سواء كانت صناعية او تجارية، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باستخدام تكنولوجيات جديدة النهاردة أصبحت موجودة في العالم، سواء كانت تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، إنترنت الأشياء، سلاسل الكتلة. كل تكنولوجيا من التكنولوجيات دي الحقيقة بتساعد بشكل كبير جدا على إجراء المعاملات الإلكترونية بشكل أكثر فعالية وأكثر دقة وبتكلفة أقل. يمكن حضرتك أشرتي في المقدمة لمسألة كوفيد 19 أو وباء كورونا، ولأي مدى الحقيقة عمل تغيير كبير جدا على الأرض في العالم كله، مش في مصر بس، ولقينا الحقيقة افكار جديده عمرنا ما كنا من الممكن اننا نتقبلها، ان انا ابقى قاعد في البيت وبشتغل من البيت. الحقيقه وده بقى مطلب في العمل كمان، وكمان بسمعنا ان بياخدوا مرتبات اكتر من الناس اللي بيروحوا العمل، يعني حاجه لطيفه يعني. فالحقيقه عمل تغيير كبير على الارض، انه الناس النهارده بقت طبيعي جدا انها بتعمل اجتماعاتها وهي قاعده في البيت، بتأدي أعمالها بطريقة يعني جيدة جدا باستخدام تكنولوجيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المختلفة. ده الحقيقة بيعمل تغيير دراماتيكي على الأرض، وبيودينا على طول لأننا لأي مدى من الممكن أن بعض الظروف والمتغيرات اللي بتحصل على الأرض تودينا للاقتصاد المعرفة، تودينا لاستثمارات جديدة ومجالات استثمارية كبيرة جدا ما كانتش موجودة الحقيقة قبل كده، وفرضتها علينا ظروف الحياة والواقع اللي احنا بنعيش فيه. هايل. يعني وزارة الاتصالات الفترة اللي فاتت كمان عملت مشروعات مهمة جدا او افكار من الحضانات اللي خاصة بالاستثمار في مجال ريادة الاعمال في هذا المجال تحديدا. انا قبل ما اتكلم عن الجزئية دي عايز اعرف قيمتنا كمصر في مجال الاتصالات والكمبيوتر ازاي، يعني قوتنا قد ايه بالنسبة للدول اللي شاطرة في هذا الموضوع، زي مثلا انا عارفة طبعا ان الهند من الدول المهمة جدا في مجال الاستثمار في التكنولوجيا، ثم يعقبها الولايات المتحدة الأمريكية. احنا مركزنا كام؟ طيب يعني على الأقل لو مش من الدول اللي بنقارن نفسنا بالدول الكبيرة، الدول اللي حوالينا. طيب لو احنا بنتكلم على قطاعات
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في يعني امور كثيره من الممكن اننا نتقاس عليها. انما لو جينا نبص على مجال من المجالات اللي مصر متميزه فيها الحقيقه اللي هي صناعه التعهيد او الاوت سورسنج، احنا ترتيبنا ال 12 على يعني ايه برضه العالم. يعني ايه الاوت سورسنج؟ يعني ببساطه شديده جدا حضرتك النهارده مراكز الاتصالات اللي بتخدم شركات مختلفه، من الممكن ان حضرتك تلاقي مراكز بالظبط كده مراكز اتصالات موجوده داخل مصر وبتخدم شركات انجليزيه وامريكيه واوروبيه مختلفه، بنخدم ب 12 لغه، بنخدم على مدار 24 ساعه نتيجه موقع مصر الجغرافي المتميز. تمام، دي احنا متميزين فيها جدا وعندنا حجم صادرات كبير فيه، وبنتصنف الحقيقه في التقارير الدوليه رقم 12. انما الحقيقه مصر عندها ميزه تنافسيه قويه جدا في الجزء بتاع ريادة الأعمال والمشروعات الشابة أو اللي معتمدة على الشباب. حضرتك عارفة أنه 60% من الشعب المصري هو في سن الشباب، في أفكار إبداعية وابتكارية كبيرة جدا. يمكن القطاعات اللي يعني بنقول عليها أنها مزدهرة جدا ومثمرة في العالم كله مش بس في مصر، هي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأفكار الابتكارية اللي فيها. ولما نشوف نلاقي مثلا أنه تطبيق معين بينقل الافراد من خلال تطبيق معين وبستخدم عربيات وخلافه زي الشركات اللي موجوده، او تطبيق اخر بقدر من خلاله اني اسكن الناس واتحول لاني اوتيل وانا ما عنديش اي اوتيل على الارض. انا مش عايز بس اقول اسماء عشان ما يبقاش اعلانات، انما دي افكار الحقيقه مهمه جدا وبتحقق يعني قيمه اقتصاديه كبيره. انما على الصعيد الاخر لأي مدى السياسات التنظيمية والتشريعات المختلفة تبقى بتؤهل للاستثمار في المجال دوت، لأي مدى المفروض ان يبقى عندنا تشريعات وسياسات بتسمح انه الشباب دي تقدر انها تشتغل بدون قيود وبدون عوائق في عالم الحقيقه عالم مفتوح جدا. هو ده الحقيقه التحدي الكبير اللي موجود على الارض. هي برضو عايزه اتكلم على حضانات رياده الاعمال، ازاي بتلاقي تمويل خاص بيها، الى اي مدى يعني اثبتت نجاحها في الفتره اللي فاتت، وايه الافكار اللي عادت على مصر بالنسبه لرياده الاعمال؟ يعني احنا بقالنا فتره بنهتم برياده الاعمال، وزاره الاتصالات مع وزاره التخطيط مع الدوله نفسها مهتمه برياده الاعمال على اعتبار انها عايزه تلاقي فرص للشباب وعايزه تلاقي افكار ابتكاريه مختلفه تماما عن الافكار التقليديه اللي بالفعل يعني استهلكت وما بقتش ليها جدوى. طيب خليني اقول لحضرتك انه الافكار الابداعيه والابتكاريه موجوده في كل القطاعات، في المجالات الزراعيه، في مجالات الخدمه العامه، في مجالات الصحه وخلافه. عشان كده يمكن اهتمام الحكومه والوزارات المختلفه والدوله بشكل عام في انها تحاول تعمل مبادرات وبعض المشاريع المتعلقه بمساعده الشباب. في بعض الجهات الحقيقه بتساعد الشباب بتمويل مالي، في البعض الاخر بيساعد الشباب بتدريب، ويمكن ده معظم الجهات الحكوميه بتحاول انها توفر منح تدريبيه وبرامج تدريبيه مختلفه للشباب على تكنولوجيات مختلفه او حتى على نظم اداره حديثه علشان تقدر انها تساعدهم، خصوصا انهم شباب صغيرين ولسه ما عندهمش الخبره الكافيه من النواحي الاداريه. البعض الاخر بيحاول انه ده يعني بعض الصناديق والشركات اللي بتدخل بتمويل مع الشباب وبعض الافكار الابداعيه بحيث انهم ياخدوا كمان عوائد من الاستثمار في مثل هذه الافكار الابداعيه المختلفه. فعندنا الحقيقه حزم مختلفه من المساعدات والمبادرات والمشروعات المختلفه لرياده الاعمال. البعض الاخر بيوفر اماكن لاحتضان هؤلاء الشباب وانهم بيجيبوا لهم بعض المستشارين او الاستشاريين اللي بيتكلموا معاهم على
حلول لبعض المشاكل اللي بتواجههم، سواء كانت مشاكل تنظيمية، مشاكل تكنولوجية متعلقة بتنفيذ فكرة معينة على الأرض، أو إنهم بيساعدوهم كمان في بعض الأمور الإدارية اللي بتواجههم. هل يعني التشريعات الحالية كافية لعملية التحول الرقمي؟ طيب ولا محتاجين تشريعات أخرى؟ وإيه التشريعات أساسا؟ طيب خلينا نقول انه الحقيقه مش بس التشريعات اللي احنا محتاجينها، انما احنا كمان محتاجين بعض السياسات التنظيميه. وخليني اقول لحضرتك الحقيقه الحكومه الفتره اللي فاتت بذلت مجهود كبير في ملف التشريعات. عندنا قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات، علشان لو في اي حد بيعمل فعل غير مشروع في البيئه الرقميه على شبكه الانترنت من خلال اجهزه الحواسب نقدر اننا نحاسبه. ابتدى يبقى في حجيه للادله الرقميه، ودي نقطه من النقط المهمه جدا اللي عملت تغيير الحقيقه في المنظومه التشريعيه المصريه. وده كمان بيخدم على فكره التقاضي الالكتروني اللي وزاره العدل بتحاول انها تتبناها. الحكومه كمان اصدرت قانون حمايه البيانات الشخصيه، وده بيدي يعني حقوق كبيره للمواطنين على بياناتهم الشخصيه، بدل ما نبقى بيتم استخدام بياناتنا الشخصيه بدون اي ضوابط من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او من خلال التطبيقات المختلفه والمواقع المختلفه. وبيفرض التزامات كمان على الشركات والجهات اللي بتتحكم في بياناتنا الشخصيه وبتجمعها بطرق مختلفه. عندنا كمان قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي علشان عمليات الدفع الالكتروني ويعني باستخدام المحافظ الالكترونيه وخلافه. انما مازال الحقيقه واحنا بنتكلم على تكنولوجيات جديدة بقى زي الحوسبة السحابية محتاجين بعض الأطر التنظيمية اللي بتنظمها. واحنا بنتكلم على انترنت الأشياء ومراكز البيانات العملاقة، محتاجين الحقيقة بعض الأمور اللي تشجع على الاستثمار في مثل هذه التكنولوجيات. النهارده مفيش اي مستثمر هيجي يحاول يبني مركز للحوسبه السحابيه ويتم استضافه تطبيقات ويعني نظم معلومات عليه بدون ما يبقى في اطار تنظيمي بيحكم المساله دي. مفيش زياده في الاستثمارات في التجاره الالكترونيه من غير ما يبقى عندنا سياسات بتحكم مساله التجاره الالكترونيه. يمكن احنا مش محتاجين قانون للتجاره الالكترونيه قد ما محتاجين سياسات تنظيميه. لو انا النهارده شركه بتشتغل في مجال التجاره الالكترونيه ومش قادر اني اخد تراخيص للمخازن بتاعتي على الارض، ففي بعض السياسات اللي محتاجين اننا نحاول اننا نسهلها على الشباب وعلى المستثمرين في الجزء دوت. ايه المتطلبات القانونيه اللي بتحتاجها الشركات علشان الاستثمار في المجال ده؟ بصرف النظر بقى عن القوانين، هل في حاجه تانية الشركات المفروض تبقى طالباها؟ بالتاكيد انه اي مستثمر سواء كان وطني او اجنبي لما بيجي يستثمر في مصر بيبص على مجموعه من المؤشرات الدوليه. جزء منها مؤشر سياده القانون، جزء منها مؤشر التنافسيه، جزء منها مؤشر الملكيه الفكريه. وبالتالي هناك بعض الامور الحقيقه اللي مرتبطه باللي احنا بنسميه الايكو سيستم او النظام البيئي الخاص بالاستثمار في مصر. مساله التراخيص والتوقيت اللي المفروض انها بتصدر فيه، التراخيص الخاصه بالمحليات فيما يتعلق بالمخازن و يعني الاماكن اللي الناس بتبقى محتاجاها. الجزء الاخر الحقيقه اللي مرتبط ببعض الاطر التنظيميه المرتبطه بادخال بعض المعدات التكنولوجيه الخاصه ببعض الافكار الابداعيه اللي بيتم تنفيذها على الارض. هل ممكن نتكلم على الذكاء الاصطناعي؟ يعني علاقته ايه بالتنميه في الفتره الحاليه وايه الاضافه للفتره الحاليه خصوصا في مصر؟ واحنا بنتكلم الحقيقه على الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي ما هوش حاجه جديده. الذكاء الاصطناعي موجود من الخمسينات. يمكن اللي زود الاهتمام بالذكاء الاصطناعي والعالم كله النهارده بيتكلم على الارتفيشال انتليجنس هو فكره الانفجار الكبير جدا اللي بيحصل في البيانات. احنا النهارده كل الاجهزه والمعدات اللي احنا بنستخدمها
بتجمع بيانات ضخمة جدا عننا. حضرتك النهاردة الساعات اللي احنا لابسينها بتلم بيانات شخصية عننا، عن ضربات قلبنا وبعض الوظائف الحيوية الخاصة بينا واحنا بنشتغل على الموبايل. كل التطبيقات اللي احنا بنستخدمها بتجمع بياناتنا، تمام. واحنا ماشيين في الشارع في بعض أعمدة الإضاءة اللي شغالة من خلال تكنولوجيا انترنت الأشياء. أمور كتير جدا الحقيقة بتجمع بيانات، والبيانات دي الحقيقة هي دي اللي احنا بنقول عليها انها القلب الخاص بصناعة الذكاء الاصطناعي. من هنا الحقيقة بيبتدي توظيف البيانات دي ويعني تطبيقها او ادخالها في بعض التطبيقات المتعلقة بازاي اني اقدر احاكي الفكر الانساني، ازاي اقدر اني اطور منه علشان يقدر انه ينفذ اعمال من الممكن انها تبقى اعمال خطره، من الممكن انها تبقى بترفع الكفاءه والانتاجيه اكبر. يعني هدي حضرتك مثال السيارات بدون قائد، يعني العربيه اللي النهارده بتدار رغم انها موجوده بس الواحد برضو مش متوقع ان هو يعني يمارسها. يعني ازاي سياره تدار بدون قائد؟ انا قاعده ما هي على فكره معظم العربيات الجديده الاديشن الجديد بالتكنولوجي بس برضه موجود. ما هو التكنولوجي ده قايم على الذكاء الاصطناعي، التكنولوجي ده قايم على اني ازاي بقدر اجمع ردود افعال السائق في مواقف مختلفة، ازاي بقدر اني اجمع بيانات متعلقة بالطريق، ازاي اقدر اجمع صور متعلقة بالطريق. كل الكلام ده بندخلها في برامج وتطبيقات مختلفة. البرامج والتطبيقات المختلفة دي بيبتدي عمليات تحليل داخلي ومعالجة ليها بشكل كبير جدا عشان اطلع مجموعة ضخمة جدا من السيناريوهات او الاحداث وردود الفعل الخاصة بيها، وبالتالي ببتدي اني احطها على الاجهزة الخاصة بالسيارة او المعدة وخلافه، وبنبتدي نشوف ردة الفعل. يمكن واحدة من الحاجات واحنا بنتكلم على التشريعات والقوانين وخلافه، واحد من التحديات الكبيرة جدا لمكاتب المحاماة حتى الأجنبية، انه لأي مدى من الممكن انه الذكاء الاصطناعي يبقى بيستبدل المحامي التقليدي بمحامي الكتروني. انه النهارده بقت في بعض البرامج اللي بتقدر انها تكتب العقود لوحدها، في بعض البرامج اللي تقدر انها تكتب المذكرات الخاصة بالدفاع لوحدها. الكلام ده الحقيقة هي دي تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة، وده في كل المجالات سواء كانت صحية زراعية وخلافه، تمام. فمن هنا جاية أهميتها الحقيقة. يمكن واحنا بنتكلم برضو على البعد التشريعي المتعلق بالذكاء الاصطناعي، احنا غطينا الحقيقة جزء اللي هو البيانات الشخصية وحمايتها، انما ما زالت بعض الامور الاخلاقية اللي لسه محتاجة توظيف. لأي مدى من الممكن انه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها تستخدم بطريقة غير أخلاقية أو غير قانونية، ومن هنا طبعا محتاجين أننا نبقى بنبص عليها. مدى مسؤولية الشركة اللي بتعمل التطبيق الخاص بالسيارة مثلا بدون سيارة عن الحوادث، هل ده هتبقى مسؤولية مين؟ هل مسؤولية الشركة اللي عملت التطبيق ولا الشركة المصنعة للسيارة ولا مين هنا؟ ففي بعض الأمور الحقيقة اللي ما زالت محتاجة يعني تنظيم قانوني لسه ما دخلش حيز التنفيذ قوي على الأرض. المعادلة الصعبة بقى ازاي نهتم بالذكاء الاصطناعي ونواجهه في نفس الوقت احنا عندنا تعداد سكاني كبير قوي ومحتاجين، وعندنا بطالة حتى في الشباب، محتاجين فرص عمل، فده هيبقى ضد فرص العمل. مظبوط ولا الكلام مش مظبوط؟ طيب يعني المعادله دي تتحل هو طبعا بشكل يعني اولي كده كلام حضرتك مظبوط جدا، انما الفكره في انه ازاي اقدر اني اغير مناهج التعليم عشان تواكب وظائف المستقبل. يمكن في تقارير دولية كتيرة جدا بتطلع الفترة الأخيرة ايه هي وظائف المستقبل. وظائف المستقبل الحقيقة معظمها منصب على علوم البيانات، معظمها منصب على الأمن السيبراني أو أمن المعلومات، وبالتالي شطارتنا في نظم التعليم الخاصة بينا وخصوصا التعليم الجامعي وحتى قبل الجامعي، ازاي اقدر اني اغير المناهج دي علشان تتواكب مع سوق العمل
الجديد ومتطلبات سوق العمل الجديد. يعني يكفي كنت بقرا تقرير من حوالي شهر كده على النقص اللي موجود في بعض الوظائف. كانت وظيفة مثلا الوظائف المتعلقة بأمن المعلومات، في 5 مليون وظيفة ناقصة في السوق العالمي. احنا عندنا بطالة في معظم دول العالم، في بطالة، انما عندنا نقص في وظائف معينة متعلقة بأمن المعلومات. ده نتيجة ايه؟ نتيجة انه مفيش الكاليبرز او المؤهلين، العناصر المؤهلة لشغل هذه الوظائف. وبالتالي الجزء المتعلق بالتعليم والتدريب في مجالات معينة متعلقة بالبيانات وأمن المعلومات وخلافه، دي واحدة من النقط اللي من الممكن أنها تساعدنا بشكل كبير جدا على إيجاد فرص عمل كبيرة جدا لشبابنا. يعني نقدر نقول برضو أن برضو دايما أي ابتكار لحاجة جديدة لازم تحتاج لتشريعات. يعني هل التشريعات داخلة في كل حاجة عشان بدايات كل حاجة؟ طيب خليني أقول لحضرتك على حاجة. هل ينفع يعني مثلا البيع عن طريق الفيسبوك تمام او الانستجرام ليه يتطلب تشريعات؟ ليه؟ طيب اولا البيع عن طريق الفيسبوك مش بالضروره انه يتطلب تشريع. تمام. انما هل ينفع انك تبني عماره من غير ما تبني اساسها؟ لا. عظيم. كل قطاع من القطاعات اللي موجوده في الدوله، كل عمليه من المعاملات اللي بتتم محتاج لها اطار تنظيمي. وبالتالي لو انا بتكلم على تجاره الكترونيه، التجاره الالكترونيه دي ليها عناصر. في معامله، في عقد بيتمضي ما بيني وما بين حضرتك، احنا محتاجين نتاكد انه محمد باع لجيهان او جيهان بتشتري من محمد، مظبوط ولا مش مظبوط؟ وبالتالي احنا محتاجين هنا حجيه في الاثبات بالنسبه للتوقيعات بتاعتنا. ده موجود في قانون التوقيع الالكتروني موجود. طيب حضرتك النهارده المعامله اللي تمت دي معامله تمت على خدمه او على سلعه. طب السلعه دي لو فيها عيب، هل نقدر اننا نلجأ لقانون حماية المستهلك ولا ما نقدرش؟ نقدر، عندنا قانون. طب لو ما عندناش يبقى احنا محتاجين هنا تشريع يحكم المسألة دي. طيب البيانات اللي بيتم تداولها في المعاملة دي ليها حماية ولا ملهاش حماية؟ تمام. وبالتالي لو مشينا في الاكسرسايز ده مع بعض هنلاقي انه طب عمليه الدفع بيتم حمايتها ولا لا، ومقبوله ولا لا قانونا. طيب هو النهارده المعامله اللي بتتم دي معامله قانونيه ولا مش قانونيه؟ طيب هو النهارده المفروض ان يبقى في ضريبه على الكلام دوت ولا لا؟ هل الدوله حطت تشريع علشان تقدر انها تحصل بعض الضرائب منها ولا لا؟ الكلام ده الحقيقه هو ده الاطار التنظيمي لاي معامله المفروض انها تبقى موجوده. وبالتالي مهم جدا دور التشريعات والسياسات على كل الاصعده. يعني ما ينفعش اطلاقا ان انا ابقى بتكلم على اي نوع من انواع التكنولوجيا او اي نوع من انواع المعاملات المختلفه من غير ما ابقى باصص للجزء التنظيمي الخاص بيه. سؤال برضو بيطرح نفسه في الفترة الحالية بالنسبة للضرائب، والملف الضرائب ده مهم جدا. الناس بتقلق من عملية ان الضرائب موجودة في كل مكان تحديدا بالنسبة للحاجات الإلكترونية، وسمعنا طبعا وزارة المالية هتفرض ضريبة على التعامل في الفيسبوك او الانستجرام عن طريق البيع، يعني مش عن طريق اي حاجة، مش مكالمات يعني في التليفون. هل حضرتك مع الضرائب اللي هي خاصة بهذا الموضوع ولا لا؟ طيب خليني اقول لحضرتك على حاجه، خليني اقول لحضرتك على انه ملف الضرائب ملف مهم جدا لاي دوله في الدنيا. وبالتالي تحصيل الضريبه ده جزء اساسي من الموارد الخاصه بالدوله، وبتعود بالتاكيد على المواطن في صور مختلفه، والمفروض انها تعود على المواطن بصور مختلفه. المشكله الحقيقيه بتبقى فين؟ المشكله الحقيقيه بتبقى لأي مدى اتساق النص الضريبي مع الواقع العملي. لأي مدى من الممكن انه النص يبقى قابل للتطبيق. هي المشكلة دايما فين؟ المشكلة مش اني انظم التنظيم، مفيش اي حد يقدر انه يتعارض معاه او يقول ان انا مش موافق على التنظيم. بالعكس التنظيم ده شيء مهم جدا، انما الاهم من التنظيم انه يبقى تنظيم عملي، انه اقدر اني اطبقه، انه يبقى قابل للتنفيذ، ما يبقاش مستحيل تنفيذه. وفي نفس الوقت ما يبقاش لا بيعتدي على
حقوق المواطن ولا بيخل من حقوق الدولة ويعني العوائد اللي المفروض انها تتحصل عليها. اخر 5 دقايق للحلقه، حضرتك اللي هتقول اللي انت عايز تقوله في البرنامج. طيب اللي احنا مثلا في جزء من هذا الملف ما قدرناش يعني ما طرحناهوش من خلال الحلقه. انا الحقيقه وجهه نظري انه واحنا بنتكلم على ملف التحول الرقمي والشمول المالي، مازال الجزء التنظيمي والسياساتي شوية محتاج إعادة نظر. محتاجين إعادة نظر بتسمح بتعظيم الفوائد الاستثمارية من عمليات التحول الرقمي الكبيرة اللي بتتم. ازاي نقدر اننا نستفيد من المستثمرين سواء كانوا الوطنيين او الاجانب في الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع مراعاة طبعا كل الابعاد المتعلقة بالامن القومي وبحقوق الدولة، بحيث انه يبقى هناك قابلية للتطبيق لمثل هذه التشريعات والسياسات. ده الجزئية اللي حضرتك عايز تتكلم فيها. انا بشكر حضرتك على وجودك معايا النهارده في البرنامج، وبشكر كل الساده المشاهدين. الاسبوع القادم نفتح ملف جديد من ملفاتنا الاقتصاديه. الى اللقاء.